مرحبا في محفل اللي في مواقف تفرد فيه يحتار القصيد في ما يقول وما يخلي في حفل فواز حفل اللي لها الاجواد تشهد كل ما قف شاف قال ده والله محلي وجهوني للمنابر والله انه ما يبر جاشي الاعلى وقفت بمقف فيه تجل بس فكري غمتنها ما افكار شر بالقصيد تهل عذب والحفل بالتهل فرصة لا جاتني ماني بشاور وتردد محفل الختل لا منهم دعوني جيت كل مرحبا في محفل اللي في مواقف تفرد فيه يحتار قصيد في ما يقول وما يخل في حفل فواز حفل اللي لا الاجواد تشهد كل ما قف طيب شافه قال ذا والله محل له مواقف طيبه ما هي بلا تحصى وتنعد هالمواقف ما ترك للناس فيها ربع من محتزم باخوانها اللي الاكبرت والليل جرهد عندهم صكات بقعه كنها لهب وتسلي وهم عيال اللي على حسب الصعيبات متعود كل ما كبرت وضاقت قال في ظل تظلي كفه الراهي على غير الجمايل ما يورد الكرم عند عباده كنه يصوم ويصل لك خوالم فالنوايف فعلهم صرح مشيد علو فان كرام اللي نصاهم ما يذل العوازم خلت التاريخ نحكاها مردد كل واحدهم على طيب هالنبا ما هم تخلي وجهوني للمنابر والله انه ما يبر جاشي الاعلى وقفت بمقف فيه تجل بنت فكري غمتنها ما لا افكار شر بالقصيد تهل عذب والحفل بالتهل فرصة لا جاتني ماني بشاور وتردد محفل الختل لا منهم دعوني جيت كل مرحبا في محفل اللي في مواقف تفرد فيه يحتار قصيد ما يقول وما يخل في حفل فواز حفل اللي لها الاجواد تشهد كل ما قف طيب شافه قال ذا والله محل له مواقف طيبه ما هي بلا تحصى وتنعد هالمواقف ما ترك للناس فيها ربع من محتزم باخوانها اللي الاكبرت والليل جرهد عندهم صكات بقعه كنها لعب وتسلي وهم عيال اللي على حسب الصعيبات متعود كل ما كبرت وضاقت قال في ظل تظلي كفه الراهي على غير الجمايل ما يورد الكرم عند عباده كنه يصوم ويصل لك خوالم فالنوايف فعلهم صرح مشيد علو فان كرام اللي نصاهم ما يذل العوازم خلت التاريخ نحكاها مردد كل واحدهم على طيب هالنبا ما هو